ازاي تسخن قبل تمرين الرجل او اللور بودي؟ هنطلع على المشايه سرعه 3 لمده دقيقتين ونص لو انت بتروح الجيم ماشي مسافه طويله فملهاش لازمه. بعد كده هتطلع تعمل جوجن لمده دقيقتين وسبرنت لمده دقيقه بنسبه 65 ل 70%. بعد كده هنطلع نعمل دايناميك ستريتش، ودي مهمه جدا عشان نسخن بيها جميع عضلات الرجل. اول حاجه هتطلع تعمل كيكن فورورد 3 في 10، بعد كده هيب ابدكشن 3 في 10، لونجز 3 في 10، سكوات اند جامب 3 في 10، كيكن باك لتسخين الخلفيات والجلوتس، كيكن سايد لتسخين الانر ثايز والاوتر ثايز، واللي بتكون عباره عن تشكيله من هيب روتيشن اوت وهيب روتيشن ان علشان نقدر نسخن بيها العضلات البسيطه زي العضلات الضمه، العضلات اللي بتبقى انر ثايز الداخليه. ده غير ان التمارين دي مهمه كمان ان هي بتخلي الهيب معايا مرن كده عشان تقدر تتمرن بمدى حركي كامل. بعد كده نعمل السكوات العادي 3 في 10 علشان نشتغل على حاجه مهمه جدا وهي specific training. بعدين نخش ار دي ال بالبودي ويت 3 في 10 وستريتش للظهر والاوبليكس واللور باك علشان يبقى كده سخنا كل الجسم من تحت. Now we're ready to go. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل سوبر سيت لايك في كومنت، مش خساره فيا.